السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا هنقعد نقول كل سنة وانتم طيبين كده لحد اخر رمضان ان شاء الله. معانا النهاردة احنا محتارين كل يوم هنعمل ايه. النهاردة قررنا ان احنا نعمل حاجة خفيفة وسريعة كده. معايا كيلو من اللحمة المفرومة اهو، مفروم كويس وطبعا عليه نسبة من الدهون. بتروحي للجزار وبتقولوا له عايزة لحمة مفرومة للكفتة، وهو هيحط لك فيها نسبة الدهون اللي انت عايزاها. معايا بصلتين كبار او 3 متوسطين مفرومين كده او مبشورين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عصراهم من الميه كويس، وادي الميه بتاعتهم اهي عشان نصبع بيها الكفته. ومعايا كمان كوبايه من الشبت المفروم مع بقدونس، هضيفهم بالشكل ده اهو. وكمان معايا 2 من خلطة الكفتة علشان ده كيلو اهو، جاهزة بنجيبها من عند العطار او من عند السوبر ماركت، من اي مكان موجودة يعني اهو. انا بقى بحب استخدم الاتنين دول مع بعض علشان بيدوني نكهة كويسة جدا، نكهة الشوي ودي بتديني نكهة التوابل بتاعة الكفتة مظبوط. وهحط كمان معلقة من البيكنج باودر بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان معلقة من الملح اهو. وكمان معلقة من الكمون الناعم اهو. وفلفل اسود اهو. و7 بهارات. انا عارفه ان الخلطه بيبقى فيها كل التوابل، بس انا لازم احط توابل كده من عندي. يلا بقى نعجنهم كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم نعجنها كويس قوي اهو. بايدك بقى واعجني لحد ما يطلع معاكي عرق اللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما قلبتها مع بعض كده كويس هحط معلقتين كبار من البقسماط. على فكره كل الحاجات دي بتزود معايا الكميه بتاعه الكفته، تدينا عدد اكتر. هقلبها كده مع بعضها برضو اهو. وده بقى شكلها بعد ما انا عجنتها بقت بالشكل ده، واتاكدت ان هي اتسمغت كويس قوي مع بعض. طبعا انا ما بحبش اضيف عليها عشان ازودها برغل بقى والحاجات دي، لا لا لا، ما بحبش الكلام ده خالص. حضرت الصينيه اللي انا هصبع فيها الكفته بالشكل ده، طماطم على شبت على بصل على معلقه سمنه بلدي. يلا بقى نشوف هنصبع ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب ميه البصل اللي انا قلت لكم عليها في الاول اللي انا عصرتها وسبتها، هجيب معلقه او اي حاجه عندك. انا عندي هنا معلقه خشب. همسك قطعه الكفته بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هدمغها كويس قوي في ايدي كده اهو. وبعدين احطها في العصايه بتاعتي او في السيخ او اي حاجه انا بصبع. طبعا تعملي حجم الكفته زي ما انت عايزاها كبيره ماشي، عايزاها صغيره مفيش مشكله، على حسب عدد افراد اسرتك، وكمان على حسب ما انت بتحبيها كبيره او صغيره. وبالبصل بتاعنا كده اهو، وهمسح بيها على صباع الكفته بتاعي بالشكل ده، وهرص في الصينيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كمان واحده مع بعض اهو. همسك قطعه من اللحمه كده واطبخها كويس قوي، واروح حطاها في السيخ بتاعي او في المعلقه او اي حاجه انا بصبع بيها، ما فيش اي مشكله. بميه البصل كده، وهروح عليها عشان تدينا ريحه وطعم يجنن، ويبقى كانها معموله بالظبط على الفحم ومعموله في المطاعم الكبيره. يلا بقى هعمل كل الكميه وارجع لكم.
وده شكلها بقى بعد ما انا صبعتها كلها بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله، عملت كميه كويسه جدا. باقي معايا بقى شويه من ميه البصل، هنحط عليها معلقه صلصه وهنرشها على الكفته. بس الاول هحطها شويه في التلاجة لحد ما اجي اسويها، واروح اشوف هعمل معاها ايه. يلا نشوف هنعمل معاها ايه. يلا. جبت رز بسمتي اهو، دول حوالي 4 كوبايات من الرز البسمتي بالكوبايه العاديه اللي هي بتاعت الشاي دي، يعني حوالي كيلو الا ربع. هغسلهم وانقعهم شويه، بعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بقى نعمل مع بعض رز البسمتي. عندي حله فاضيه على النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. احط اي ماده دهنيه انا حباها. بسم الله الرحمن الرحيم. احط معلقتين من الزيت، وكمان معلقه سمنه بلدي بالشكل ده اهو. ومعايا بصله متقطعه صغير بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هديها بس تشويحه صغيره كده اهو. بعدين هجيب توابل. عندي معلقه كركم ومعلقه كمون ومعلقه بهارات 7، وطبعا عود قرفه ولومي وحبهان هحطهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحمرهم برضو. والحقيقه ان انا جايبه خلطه جاهزه، بس انا لازم احط توابل من عندي بصراحه، برتاح كده نفسيا يعني. جايبه خلطه من السوبر ماركت للرز البسمتي، هحط منه، احط كله اهو. بسم الله. برضو لازم ياخد تشويحه في السمنه بالشكل ده اهو. انا بس عايزه ريحته تطلع مع البصل. البهارات دي اهي، نص معلقه ملح مع البهارات. بعد كده هحط الرز بتاعي وانزل بيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. صفيته طبعا من الميه كويس اهو، وهشوحه كله مع بعض. هفضل اقلب واشوح فيه شويه لحد ما ريحته كلها تطلع مع بعضها، واشم ريحه كده والاقي الرز كله اتغلف بالشكل ده اهو. اتاكد ان كل الرز اتغلف معايا من البصل والماده الدهنيه والتوابل. بعد كده انزل بالميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تكون مغليه طبعا، انا غريت الفلفل اهو. عايزه اغطي الرز. طبعا انا نقعاه حوالي نص ساعه وزياده كمان، بس عشان ما يبقاش معجن اهو. وهكمل الملح بتاعه بالشكل ده. هقلبه كويس قوي وهغطي عليه لحد ما يتشرب، وبعد كده هوطي النار يستوي على مهله. يلا بقى هنغطي لحد ما يشرب الميه بتاعته اهو. ابتدى يتشرب ميته كلها اهي بالشكل ده اهو. هغطي بقى عليه واسيبه يستوي على مهله كويس. هاجي هنا للكفته. ده ميه البصل اللي فاضت من تصبيع الكفته، هحط عليها معلقه صلصه. بسم الله اهو بالشكل ده اهو، عشان نسوي فيها الكفته. احط عليها شويه فلفل اسود بالشكل ده، وبهارات 7
وشويه كمون أهو. وشويه ملح صغيرين كده. هو ده كويس. هجيب الكفته بتاعتي بالشكل ده اهو، وهنزل عليها كلها بسم الله الرحمن الرحيم كده عشان تديني لون وتست وطعم حلو على الصوابع كلها بالشكل ده. هحطها 5 دقايق بس على البوتاجاز وادخلها الفرن. ما تطلع هوريها لك. وده بقى الشكل النهائي اهو. الرز مفلفل ما شاء الله اهو، ما شاء الله مستوي جميل ومفلفل. وكمان الكفته بتاعتنا استوت واتحمرت كمان في الفرن اهي. عملنا بقى طحينه، يمكن مقطع الطحينه ده بس اللي مصورتوش اهو. عباره عن كوبايه زبادي ومعلقتين من الطحينه مع ربع كوبايه ميه ومعلقتين خل وليمونه وكمون وفلفل اسود وملح، وطلع بقى بالشكل النهائي ده. وكمان كاتشب بقى وعيش، ويلا بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه، باي باي. وده يبقى الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا. يلا مع السلامه.